دلوقتي بإذن الله هيبقى لينا لقاء جريدة المساء العربي مع مدير مجلس إدارة رئيس مجلس إدارة صالون المصري الثقافي الشاعر الفنان محمد المصري. تابعوا اللقاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا استاذ محمد، عامل ايه؟ أهلا أستاذ حنان. ما شاء الله، يعني دخلنا الصالون ما شاء الله، يعني ناس كتير واعلاميين وصحفيين، وانت عامل نشاط جميل بقالك فتره منذ انشاء الصالون. استاذ محمد المصري كتير يعرف محمد المصري، لكن في ناس معانا جديده اونلاين على صفحه الجريده عايزه تعرف من هو محمد المصري. يعني أنا شاعر وإعلامي وفي الوسط شاعر وإعلامي وفي الوسط الثقافي، يمكن بقالي فترة من سنين يمكن. يعني أعتقد أنا يعني متواجد في الوسط الثقافي من 2015 من أيام فضفضة الشاعر الكبير جلال عبد الدين رحمة الله عليه. ومستشار اعلامي للعديد من الصالونات، وعندي صالون الثقافي، صالون المصري الثقافي. لا ده بقى موضوع كبير يا استاذ محمد. بالنسبه الاول لنشاطك وكم عطائك اللي احنا كلنا متابعينه منذ سنوات في كافه الصالونات بدون يعني بصدر رحب وبحب وبأخوية. انت ايه اللي بيخليك بتدعم المؤتمرات حتى الان؟ في مؤتمرات انت المستشار الاعلامي اللي ماسك المؤتمر، بتحس بايه؟ يعني وانت بتعمل بوستات ودعايه واعلان بتحس بايه؟ يعني انا اولا بحب الثقافه، يمكن دي حاجه من منذ الصغر، وبحب القرايه جدا، واي حاجه فيها ثقافه وفيها ابداع انا ببقى داعم ليها وببقى مبسوط، لان دي موهبه ربنا اداها سبحانه وتعالى. فلازم الموهبه، ما دام ربنا ادى للانسان شيء موهبه، فلازم الموهبه دي يفيد فيها المجتمع واللي حوالين منه، خصوصا لما تكون الموهبه في الابداع في الثقافه. ده في المصري. طب نقول ايه بقى على ما شاء الله حب العرب ليك في اغلب الدول العربيه، اشقائنا وشقيقاتنا العرب، بتقول لهم ايه؟ معلش يا جماعه في دوشه شويه، لان احنا اثناء انعقاد صالون واحنا خدناه من على المنصه علشان ننجز ونعمل الحوار. طبعا دي انا مكون صداقات كبيره في الدول العربيه، يمكن كانت بدايتها مهرجان الشعر العربي اسكندريه. طلعنا عليه صوتنا قوي بقى يا استاذ محمد عشان الدوشه اللي بره. فمهرجان الشعر العربي في اسكندريه يمكن حضرتك معانا فيه. ايوه. وشاركت معانا في الاعلام فيه. فمن خلاله تم تكوين صداقات بين الشعراء والادباء العرب وفي عده دول كثيره. يعني انا بتذكر مثلا يعني شرفنا من لبنان سوريا كرمتني واليمن والعراق. في العراق كتبوا عني في كتابين عندهم عيلة العزاوي، تحياتنا ليهم من مصر الى العراق لنوال ونضال العزاوي. كتبوا عملوا كتابين على حسابهم الخاص، وكتبوا فيهم عني من ضمن الشخصيات اللي كتبت عنهم فيهم. وفي الجرايد يمكن كمان، حتى في الجرايد الورقيه انا تابعت فعلا، وكتاب عيلة العزاوي يعني بصراحه كتاب جميل قوي. ده بيدل على الوحده والحب بين العراق ومصر وكافه الدول العربيه. ودايما لما بيجوا مصر هنا بقابلهم، ويمكن بيحضروا ندواتي كمان. يمكن هم جايين مصر اصدقائي من العراق، اذا كان علي حميد والدكتور كامل الدوليبي الشمري. يمكن انا يمكن بقاله فتره ما بيجيش مصر، لكن على بس معانا على السوشيال ميديا ومتابعنا ومن الناس الجميله، احنا بنحييه من ارض مصر الى ارض العراق. وكمان يمكن في قناه عراقيه بتمثل كانت من السويد، وكان محمد حسين الزيدي. ايوه انا اشتغلت معاه على فكره يا استاذ محمد، تحياتي. عملت معاه برامج سويسرا، وكانت بتقدم البرنامج الاستاذه نضال العزاوي، وعملوا معايا لقاء مباشر عن طريق الهاتف، وكان من اجمل اللقاءات اللي اهم حاجه يا استاذ محمد الانسان اللي بيحس حب الناس. حب الناس كنز لا يبنى. ايه نصيحتك لاي حد عشان يكسب حب الناس يتصف بيه؟ هي اولا حب الناس دي بتبقى حاجه من عند ربنا سبحانه وتعالى، فربنا
الناس. يمكن عشان انا بجتهد في شغلي بس ماليش علاقه غير بعملي فقط زي ما بيقول يا استاذ محمد دايما كنا بنكتب نقول لك بص في ورقتك ما تبصش بالظبط في ورقه كده. غيرك. آه. فانت من الناس اللي دايما بتبص في ورقتك وبتركز في نفسك وفي نفس الوقت عندك عطاء للكثير. فبننتقل من محمد المصري المعطاء اللي بيخدم كل الصالونات الادبيه والمؤتمرات الى محمد المصري رئيس مجلس اداره صالون المصري الثقافي. جات لك منين فكره الصالون وده الحدث الثقافي الاكبر لمحمد المصري؟ يمكن بدايه الصالون يمكن انا ما كانش في دماغي ان انا اعمل صالون. يمكن كان بيتعرض عليا كتير من ايام ما كنا في فضفضه ان انا انشئ صالون خاص بيا. يمكن انا كنت رافض الفكره ايام الاستاذ الجليل الشاعر الكبير جلال عابدين احتراما طبعا ليه والله يرحمه طبعا. فكنت رافض الفكره الى ان عرض علي احد الاصدقاء ان انا اعمل الصالون، ويمكن كان ليه هدف معين ساعتها في هذا التوقيت يعني. فعملت الفعاليه الاولى فنجحت، فكان في جمهور كبير جدا. عملت الثانيه الثالثه فلقيت الموضوع شغال. ما هو ده بقى الحصاد. ودي يمكن الفعاليه 11 ده الحصاد، الفعاليه 11 لصالون المصري الثقافي، وده حصاد مجهودك السنين اللي فاتت بيتحقق في حاجه خاصه بيك انت وحاجه انت بتقودها بنفسك. طب ايه مدى الارتباط بين صالون المصري الثقافي وبين مؤسسه عبد القادر الحسيني؟ مؤسسة القادر الحسيني الثقافية هي بدأت باستضافتنا من الفعالية الثانية للصالون. أنا عملت فعالية واحدة كانت في فيصل، وبعد كده لما حضرناها فعلا كانت جميلة جدا الحمد لله. وبعد كده الحاج عبد القادر الحسيني استضافنا للفعالية الثانية وما زلنا مستمرين معاه فعالية كل شهر. ونسينا ننوه كمان ان احنا كمان يعني لما لقينا النجاح بتاع الصالون كده قلنا طب ما نعمل مجلس اداره بقى ويبقى فيه اختصاصات طبعا ده الاصلح. فكونا مجلس اداره من المبدعين برضه الشعراء والقامات الكبيره. مجموعه يعني منتقاه جيدا طبعا، وعشان ننهض بقى بالصالون وننطلق بيه بقى في اماكن اخرى اكيد يا استاذ محمد. بس كنت عايزه اعرف، هو تم 11 فعاليه لصالون المصري الثقافي. خلال ال 11 فعاليه انت حققت ايه؟ ايه الانجازات اللي انت حسيت اللي انت قدمتها بالفعل للمجتمع وحققتها وجزء من احلامك؟ قدمنا فيها موضوعات كتير. يمكن احنا بنهتم دايما بالموضوعات العامه بنقدمها في الصالون. دايما بنرسخ حب الوطن والانتماء للوطن، وده يمكن من الاهداف الرئيسيه للصالون، حب الوطن. فبنرسخ كل الاهداف ديت. وعايزين نقول احنا عملنا موضوعات كتيره. يمكن النهارده كمان كنا عاملين موضوع الفعاليه 11 مصر اولا ثم جاء التاريخ. كان فعلا كل الشعراء والشواعر كان قصائدهم عن مصر وعن الرسول عليه الصلاه والسلام، بما ان اليوم كمان كان يوم في حب القدوه عن الرسول. بالظبط كده. واعرف مدينتك عملنا يمكن قبل كده اعرف مدينتك، ودي رساله بنقدمها وبنقدم المعلومه لكل واحد مثلا. وده فكر جديد. ان هو كل واحد يعرف المدينه اللي هو عايش فيها واتولد فيها، يعرف التاريخ بتاعها. ويعني انا شخصيا مثلا بهتم بمدينتي اللي هي شبرا. انا قريت لحضرتك على مواقع السوشيال ميديا اعرف مدينتك، كنت دايما بتشرح وبتكتب مقالات عن كل مدينه. بالزبط. ودي حاجه عجبتني جدا، ان نعرف تاريخنا ونعرف المدن اللي احنا فيها ونعرف اخبار ومعلومات عنها. انت دمجته تطبيقي بقى من بالظبط كده. ويمكن كمان يعني في الندوه سابقه اعرف مدينتك كانت موجوده برضه الاستاذه بنت فطار المذيعه المعروفه، واخذت الفكره وقدمتها في رمضان في كذا حلقه في الاذاعه. خدتها عنوان يعني. خدتها عنوان واستضافت ناس من اللي اتكلموا في الصالون عن تاريخ المدن. فالفكره جيده في حد ذاتها. وانا يمكن بقول دايما اي حد ولد في مدينه ما لازم يعرف التاريخ بتاعها ويعرف النشأة بتاعتها. ومفيش مدينه ما لهاش تاريخ. وده بيبقى فخر لاي انسان ان هو منتمي لمكان له تاريخ وله عراقه. طب ايه وبتقولي عن شبرا؟ لا هي شبرا يعني انا بعتبر شبرا جدا. يعني اصل شبرا دي اولا شبرا دي يمكن عايز اقول ان هي جمهوريه يعني. بتجمع جميع الطبقات. يعني هنلاقي فيها الغفير والوزير والطبقه المتوسطه
المتوسطه والطبقه فيها جميع الطبقات، فيها المسيحي والمسلم. شبرا مثلا خرجت فنانين عظماء كبار لمصر، وخرجت كتاب وشعراء وخرجت المصري فنان ومثقف ومبدع وفي كل الصفات. فشبرا يعني شبرا كحي حتى، يعني لما حد حتى بيتمشى كده في شارع شبرا كده بيحس بسعاده، بيحس بمصر. يعني انا بشوف مصر في شبرا. انا مش من شبرا بس بحب شبرا جدا على فكره. هي مصر كلها هي شبرا، يعني مصر هي شبرا طبعا بالتاكيد. يعني فانا انا الواحد لازم يعني لازم مش شرط ان انا ما بتكلمش على شبرا بقى بس، لا انا بقول كل واحد لازم يحب بلده ويحب وطنه، يحب الام الكبيره مصر، انتمائه للامه العربيه. فالانتماء في حد انت لفتت نظري حاجه، ان كل انسان دلوقتي شايفنا هيفكر انا منين، من منطقه ايه ده انا ما اعرفش معلومات عنها. هيبدا من هنا، ودي فكره استاذ الشاعر محمد المصري، هيبدا يبحث حتى لو على السوشيال ميديا على جوجل. طب انا كنت ساكن في منطقه كذا، لازم اعرف طب ايه اساس المنطقه ومين اللي بناها ومين اللي اول ساكن فيها، والحاجات دي كلها معلومات عنها. ففكره بحييك عليها بجد يا استاذ محمد. شكرا على فكره محمد علي ما شاء الله. لا شبرا معروفه فعلا. وليها قصه يعني ليها تاريخ كبير. لا ده احنا نعمل حلقه تاني بصراحه لشبرا، حلقه هنسميها شبرا. استاذ محمد، كل انسان مهما حقق من احلام فلسه بيبقى فيه احلام تاني في حياته. بالنسبه لمحمد المصري ايه هي الاحلام اللي بيتمناها في صالون المصري الثقافي؟ بتمنى طبعا الصالون يبقى فيه ازدهار دايما ويكبر اكبر من كده بالتعاون مع مجلس الاداره اللي كونته معانا، وهم كلهم قامات كبيره. ننطلق بالصالون لاماكن اوسع وارحب، نقدم فكره جديده نخدم فيها المجتمع، نقدم فيها المواهب. يعني الصالون مش مجرد ان احنا هنجيب ناس تقول شعر وطرب، لا احنا عايزين نقدم كمان المواهب وعايزين نكتشف، احنا نتحول بالظبط ان شاء الله ونتطور من صالون الثقافي المصري الثقافي لمؤتمر ان شاء الله باذن الله، وتعرض فيه المواهب. لان شايفه حضرتك ما شاء الله عندك كم عطاء في المؤتمرات حلوه قوي، وعندك فن تنفيذ واعداد للمؤتمرات حلوه. يعني الحمد لله، يعني شاركت كتير في مهرجانات كتيره جدا والحمد لله فضل. طيب انت عارف طبعا ان كلها ايام وعيد الاضحى المبارك على الابواب. بتقول ايه بقى للشعب كده المصري بص، والشعب العربي بص للكاميرا وشوف بتقول لهم ايه مع اقتراب عيد الاضحى، وازاي يقدروا يعني يتكيفوا مع كل الاوضاع ونتحدى ونتخطى كل صعاب؟ دي مش اول ازمه تعدي فيها مصر، طبعا مصر يمكن عدت على ازمات كتيره، مصر تمرض كثيرا لكنها في الاخر بتشفى بفضل اهلها وشعبها الطيب المعطاء. مصر دي جميله، فان شاء الله هنعدي من الازمات اللي احنا فيها بفضل ربنا اللي حامي مصر وذكرت في القران. ونقول للشعب المصري بلدك عظيمه، افتخر انك مصري برغم من الازمه الاقتصاديه اللي موجوده حاليا، لكن احنا احسن من غيرنا بكتير جدا. يكفي ان احنا نعيش في امن وامان وفي استقرار دايما. يكفي ان احنا ما عندناش مصري بيتغرب بره ويسيب بلده، وهي دي الاصاله وهو ده الحب لمصر العظيمه. ويمكن لسه الحاج عبد القادر في لقائي معاه من شويه كان بيقول لي ان هو بدا في السعوديه، لكن قعد يفكر ليه انا ما اديش بلدي كل اللي انا عملته في الجمعيات الخيريه هناك، وبدا من هنا فكره مؤسسه عبد القادر بالفعل. استاذ محمد، انا عايزه كلمه لمجلس الاداره الجديد، يعني عشان باذن الله يبقى في روح تعاون بينكم، بتقول له ايه؟ بقول ربنا يوفقهم طبعا وننهض بالصالون، ويبقى صالون ان شاء الله، صالون المصري ان شاء الله يبقى من ضمن الصالونات، بنامل انها تبقى من ضمن الصالونات اللي ليها تاثير العالميه باذن الله. لا احنا نقول في مصر على الاقل هنا، ويكون ليها تاثير على المجتمع، يعني يكون فيها تاثير على المجتمع وتكون يتخرج بقى مواهب وتكتشف مواهب، وممكن كمان نعمل دواوين شعر، يعني نشوف الفكره دي ونعملها ونطبقها ان شاء الله. يعني الافكار كتيره ان شاء الله بالنسبه للصالون، بالتعاون طبعا مع مجلس الاداره اللي هم كلهم قامات كبيره وبعتز بيهم وبعتز بشراكتهم. باذن الله. يا استاذ محمد، في حاجه حاضره في ذهنك دلوقتي نسمعها للساده المشاهدين ولا مش مستعد؟ لا انا مش حافظ، بس انا كده افتح الموبايل. هتفتح الموبايل مش مشكله، احنا معاك. لازم نسمع حاجه، يعني معانا شاعر وشاعر جميل ووطني وهو مصري واسمه المصري،
فلازم نسمع حاجه اللي تحبه، وطني رومانسي اللي انت عايزه. انا هقول كده على الهواء. ايوه على الهوا عادي، احنا بنحب تحسوا ان احنا قاعدين مع بعض دلوقتي، قاعدين مع بعض في الجريده. طيب انا هقول حاجه. طيب كان في حاجه لعيد ميلادي شهر 5. لا ده انا اللي اسفه بجد لا احنا نسيت. كان عيد ميلاد العبقري الفنان المبدع الشاعر محمد المصري يوم 18/5. لا 21 انا اسفه 21 بدايه الربيع 5. وطول ما شهر 5 ممتد، طول ما احنا بنحتفل بيوم ميلادك، وكل سنه وحضرتك طيب وبسعاده. فبقول يمر العمر ومع العمر كنت يا حبيبي أجمل ما في العمر، كنت فرحة قلبي، كنت عيوني وجفنها، كنت شمسي ودبلها، كنت السهر وأسراري، كنت الليل وشجوني، كنت شريان القلب ونبضي. كيف يا عمري، كيف يا عمري العمر انطوى، كيف طوعتني طوعتني نفسي على النوى. كيف من يعشق يبعد عن الهوى، يجيء عليه عمر ليس فيه الهنا. في هذا العمر كيف الحنان والوفاء هان، كيف الحب تفتت وما صار، كيف استطعت أنت وكيف استطعت أنا، كيف بعد العناق بعد الوفاق بعد العشق هان الهوى. كل هذا الهوى الذي ملأناه أمل وحياة، جللناه بصمت مقدس، تنفسناه بدلا من بعضنا. كيف يا حبيب العمر ما بيننا انطوى، كيف سكن مكان الوفاق النوى، كيف مثل هذا الهوى بيننا هوى. ترى هل أشتاق لم أعد أشعر تجاهك بحنين، لا ولا بل أريد الفراق. ما أقصى قصص الهوى، ما أقصى ظلم الهوى، لكنها كلها كما بدأت قصص انتهت قصص. الله بجد يعني احنا سعداء طبعا، لان اول قصيده كتبها في عيد ميلاده. بس عيد ميلادك يا استاذ محمد القصيده من خلال تحليل المتواضع البسيط ليها، هي بتمتزج الحديث مع الذات بجانب حديث مع الاخر، بجانب العوده للماضي والتفكير في المستقبل، ومزج الحزن يعني سنوات العمر الماضيه. يعني فيها حزن كتير قوي يا استاذ محمد بجد، بس جميله ومؤثره والقائك فيها هايل بجد. يعني بشكرك عليها، جميله جدا. كل سنه وانت طيب. بس عايزين حاجه بقى في العيد ميلاد كده يبقى حاجه فيها فرح وفيها ابتسامه. لا انا دايما في فرح على فكره وسعاده. أيوة. وبحب الحياه بس الشاعر حساس، الشاعر دايما طبعا الشاعر طبعا عنده بيبقى احساس طبعا مشاعر طبعا بالتاكيد. بيقدر ياثر الشاعر بالكلمه في الوطن في المجتمع. طبعا الشاعر هو الكلمه ليها تاثير كبير طبعا، والشاعر كلمته مؤثره جدا، ومش عايز اقول ان الشاعر يقوم ثورات. الشعر موقف. طبعا الشعر موقف ولا حاله. لا هي حاله وموقف. لا حاله وموقف. الشاعر يعني خلي اولا الشاعر هو اللي بيعبر عن الانسان، عن مواجعه، عن مشاعره، عن كل شيء. فالقصيده ممكن تقوم ثوره وتدي ثوره. هو علاج يا استاذ محمد، تعتبره علاج نفسي. الشاعر لما بيمسك قلم وبيكتب ده علاج نفسي للشاعر. طبعا هو بيطلع الطاقه اللي عنده طبعا، واذا كان عنده انفعال او طاقه بتطلع بقى في الكلام. حقيقي بقى بما اني كمان شاعره مش اعلاميه بس، فحقيقي انا بايدك، لان فعلا الشعر حقا علاج للنفس والروح، واحساس بالسعاده، وان انت بتعيش موقف غيرك مش موقف نفسك.
بس بتعيش حاله الاخرين. يعني الواحد لو زعلان هيكتب قصيده، لو حزين هيكتب قصيده، لو أيوة. يعني بدل ما يطلع الانفعال بتاعه والطاقه بتاعته دي هيطلعها في كتابه قصيده، سواء قصيده او ما شابه ذلك، مقاله مثلا او ما شابه ذلك. موهبه جميله طبعا بنشكر ربنا جميعا عليها. استاذ محمد، في نهايه لقائي عايزه اقدم كلمه للجمهور، بتقول له ايه وبتتمنى ايه لمصر، بما ان ما شاء الله ارتباطك بوطنك ارتباط جامد طبعا. طبعا انا بشكر جمهوري اللي بيجي يحضر لي الندوات طبعا، وما شاء الله يمكن في ناس بتيجي من اماكن بعيده وبتعاني من مشقه بعد المكان، ومع ذلك بيجوا يحضروا الصالون، بيجوا يلاقوا فيه متنفس ليهم. طبعا الشعب المصري الاصيل، وانا عاشق لمصر الحمد لله. محمد المصري معروف. بحب مصر جدا وبعشق تراب مصر، فمصر هي البلدان، وهي كل شيء، والامان، وهي كل شيء بالنسبه لنا، فبنقول نحافظ عليها ونحافظ على مصر وما نسمعش لاي اشاعات. ومصر ربنا حافظها ومذكوره في القران، ومصر عظيمه، وتحيا مصر. مصر ام الدنيا، ومصر بتحب استاذ محمد شاعر الفنان محمد المصري، ومن خلال الاستوديو ومن خلال المؤسسه وصالون المصري الثقافي بنتمنى بازاله وفك كرب كل دولنا العربيه واشقائنا العرب، وبندعي لهم بالسلامه يا رب، ليهم والمصر والجميع الشعب المصري والعربي. تحياتي ليك استاذ محمد، وبامر الله هنتابع فعاليات الصالون ونبين للناس ونعرض لهم كل التطورات اللي حضرتك هتعملها، ونتمنى لك كل توفيق. شكرا استاذه حنان الشامي، وانا سعيد بهذا اللقاء الجميل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب ناخد لقطه من صالون المصري، لقطه وترجع الفنانه رحمه نتكلم معاها، بس لقطه سريعه كده ونرجع. وحب الوطن فرض علي، أكيد روحي عن عقيدة، أنا أقول لكم الحب مش في اللسان، لا في العقيدة. لا تأثر المعبد في مصر، في الفيوم، وفي الشمال، تعامل الشمس على المعادن. حنان انتوا خلاص كده مع بعض بقى، هي